خلي بالك لازم بعد كل غسيل طيور او لحوم او اسماك في الحوض لازم تعملي الطريقة دي علشان تضمني نظافة الحوض، علشان ما يكونش فيه بكتيريا خالص، او نقلل البكتيريا على قد ما نقدر. لازم تجيبي بخاخ كلور اي ماركة انتي بتفضليها، انا بجيب ماركة مصرية ممتازة جدا، ونرش بختين على الحوض وعلى الرخامة وعلى كل حاجة حوالينا، حاسين ان هي جالها رذاذ من الطيور او الاسماك اللي احنا عملناها. ونقطتين صابون مواعين، صابون سائل، ونعمل الحوض بالفرشة كويس جدا بحيث ان احنا نشيل من عليه اي بقايا او اي دم او اي حاجة خاصة بالطيور او الاسماك اللي احنا عملناها، ونشطفه بالمية. بس كده. ولو عجبتك الفكرة ولو عجبتك النصيحة اشتركي معايا في القناة. باي باي.